انمي فيلان ساجا، الانمي الاكثر تشويقا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لايك او ديسلايك حسب عجبك الفيديو ولا لا. قول لي رايك في الكومنت، وعندك تعليق على الفيديو قوله لي عشان نحسن من المحتوى. وطبعا يا جماعه قبل ما ابدا هقول لك الانمي دوت هينزل منه حلقه كل يوم 2 في الاسبوع. كمان ما تنساش هتلاقي في انميات تانية تحت في القناه، تمام؟ وكل ما هنزل فيديو هنزله لك في قائمه تشغيل سميها ملخص انمي فيلان ساجا. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، وهنبدا على طول. ويلا بينا على الانمي. بيبدا الانمي بمشهد جميل جدا وعادي زي اي انمي، زي اي حاجه. بيبقى واحد اسمه اينار وامه واخته اسمها روتا، وبيبقى اينار مدرب انه يحمي نفسه كده وعيلته. وبعد كده امه بتقول له انت ناوي تبقى حطاب؟ فبيقول لها لا، انا ناوي بس اتدرب علشان ابقى قوي علشان اقدر احميكوا. وبعد كده بننتقل لمشهد بيبقوا قاعدين فيه بياكلوا، وبيبقى اينار بيقعد يكلم امه وبيقول لها ان هو كان بيتدرب وبيعمل كل دوت علشان عايز يحميهم. فامه بتقعد تقول له ابوك مات وحمانا، احنا دلوقتي عايشين فالحمد لله. فهو بيقول لها بس هو عشان كده كان بيتدرب علشان لو حصل اي موقف يقدر يحميهم. كانت بتقاطعهم اخته روتا وبتقول ان الحليب طعمه لذيذ، فامها بتوافق على رايها وبتقول فعلا طعمه لذيذ. بعد كده بيبقى اينار بيقعد يتكلم معاها. بعد كده بينتهي المشهد على كده، ويروح لمشهد غريب جدا بيكون فيه المزرعه كلها بتتحرق، وبيبقى اينار وامه واخته بيتفرجوا من بعيد. بيبقوا امهم بتقول لهم يلا علشان هنهرب عن طريق نمشي على طول، وهتمشي عن طريق النهر. وبعد كده نكون هربنا. وروتا بتكون زعلانه، وامها بتهديها وتواسيها وتقول لها انا واخوكي معاك فما تخافيش. وبعد بيطلعوا يجروا، وفجاه حد بيضرب سهم على ام اينار وبتقع، واينار بيلمحها وبيوقف جري. وبعد كده بيصوت، وبتكون روتا سمعت الصوت عشان هي كانت بتجري قدامهم شويه، وبترجع وتلاقي امها واقعه وبتنزل. وبيبقوا الاتنين قاعدين يشوفوا امهم، وبيبقى اينار بيحاول ياخدها ويساعدها، وهي بتقعد تقول له اهرب انت واختك، مالكش دعوه بيا، انا كده كده اصلا مش لازم اعيش، روح انت واختك واهربوا. وبعد كده هي بتقول له انا يمكن اكون عجوز بتحتضر بس ممكن اقدر انقذكم، فاجروا واهربوا. بعد كده امهم بتحتضر وبتموت. وبعد كده بيكون اينار وروتا قاعدين مش عارفين ايه اللي بيحصل. وبعد كده بيجوا الناس من بعيد وهيقبضوا عليهم وخلاص، وبيقولوا هما ليه ما بيتحركوش، هما ليه ما بيهربوش، ان هما عايزين يقبضوا عليهم وخلاص. هيقبضوا على اخت اينار. واحد بيقول دي منظرها فاتنة يعني جميلة، وبيمسكها وبيشيلها على كتفه وهيمشي بيها. فاينار بيتدخل، ولكن في واحد بيديله بكوعه في مناخيره فبينزف. وبعد كده روتا لما بتلاقي اخوها مضروب بتمسك حاجة زي خنجر كده من شعرها، بتقوم غزة بيه الشخص في ظهره، فهو بيقوم منزلها من على ظهره وبيقوم ماسك السكينة وبيقطعها نصين. واحد من صحابه بيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيقول له هي غزتني بحاجة في ظهري. بعد كده بيقولوا خلاص هناخد اللي هو الشخص دوت على اينار، بيتكلموا عليه بيقولوا هناخده نبيعه ونشتري بثمنه شراب. فكان بيقول له تعالى ثمن شرابنا. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون اينار فيه بيتألم وعمال يعيط وهم جارين وراهم. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه كل الناس الناس مسكوهم حاطينهم في مكان وبسفينة، وبيقولوا ماشيين بالسفينة في البحر. ففي واحدة عيانة فبيقولوا لقد استاءت حالتها، وبيمسكوها ويقوموا رامينها من فوق السفينة. فاينار بيستغرب بيقول ايه ده انت عملت كده ليه؟ فبيقول له من الاحسن الا تكون عيانا، وبص على حلقه ولقى مش ملتهب، بيقول له هذا افضل حاجه ان زورك مش ملتهب. وبعد كده بننتقل لمشهد تاني بيكون كل الناس وصلوا للمكان اللي هيبيعوا فيه. بعد كده بيبقى اينار حاول يهرب وبيهرب من الناس وبيدخل بيت واحده بياخد منه اكل. وبعد كده وهو خارج واحده بتبقى بتقول الحقوني هذا لص. وبعد كده وهو بيجري بسرعه بيخبط في وشه الشخص اللي كان خطفه، بيقول له انت عايز تهرب يا اينار؟ فبيمسكوا وبيرجعوا تاني، وبيبقى عبرة لكل الناس، وبيبقى مضربينه ومشوهينه وبيقولوا انت عبرة لكل الناس، وكل الناس اللي عايزة تهرب هيحصل فيها كده. بعد كده بيقولوا من الأحسن أن تباع
تلاقي يعني واحد يشتريك. بعد كده بنروح لمشهد كل الناس فيه واقفين وبيجوا ناس بيشتروا فيهم، وبنروح لمشهد بيكون فيه واحد جاي وبيسأل على واحد بيقول أين العبد الذي أريد أن أشتريه اللي هو أشقر وقصير. ففي واحد بيرد عليه من بعيد ويقول له اللي هو بيبيع العبيد دول، بيقول له ما رأيك في هذا على إينار. بيقول له يعني أنا كنت جاي أصلا أحرر واحد من قرايبي مش عشان أشتري عبد. وبعد كده بيمشي ويسيب الراجل دوت. بيجي بعد كده الراجل من بعيد وبيقعد يكلم إينار ويقول له هل تفهم لغتي؟ فبيقول له أجل. وبعد كده اتكلم معاه قال له ما اسمك؟ قال له إينار. قال له ما رأيك أن تأتي وتشتغل معي في مزرعتي؟ فبعد كده بيقول له مزرعة. وبعد كده خده معاه واشتراه وخلاص كده، وهو اشترى إينار وإينار راح يشتغل معاه. وبعد كده إينار بيقول هذا فعلا أحسن شيء لكن يجب علي أن أعيش وأبقى حيا. وقال إنه ما عندوش حد أصلا كان علشان يهرب، وهو قال إن هو ده أفضل خيار ليه دلوقتي، لأنه يبقى مع الراجل اللي يخدمه ويبقى يساعده. وبعد كده بيبقى ماشي معاه وبيشوف المزرعة ويشوفها كبيرة، الحقل كبير جدا وعجبه. وبعد كده وهو بيقول مع نفسه إن هو لو أرضى سيده مش هيجوع أبدا. بعد كده سيده بيروح يعرفه على واحد، والواحد دوت اسمه سورفين، بيبقى دوت تقريبا هيشتغل معاه. وبتنتهي الحلقة على كده. طبعا انمي مشوق جدا يا جماعة، وتشوفه وتحسه جميل جدا، بمعنى صح بيوريك المأساويات والحاجات دي، وهنعرف ايه اللي هيحصل في الحلقات الجاية. فانت علشان تتابعني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان اول ما حلقة هتنزل كل يوم 2 هتنزل حلقة يا جماعة. فاستنوني كل يوم 2 تعالوا هتلاقوها تنزل مثلا من الساعة 2 للساعة 4 هتلاقوها نازلة في الوقت دوت كل يوم 2. تعالى اتفرج عليها. فما تنساش بقى تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ينزل لك اشعار اول ما تنزل، وحط لايك او ديسلايك وقول لي رأيك في كومنت، واشوفك في فيديو جديد. وما تنساش الحلقة الجاية قريبة جدا، وسلام.